عندنا مثل في الصعيد يقول لك ما يجيبها لكش غير ولدك يا كلبك، وخصوصا لما يكون واد خراب وكلب نجاج يورطك مع الناس ويخليك تتأسف وتعتذر عن حاجة أنت ما عملتهاش. هي الحكاية يا عمدي، الحكاية هنعرفوها مع بعض دلوقتي، بس لو لسه ما عملتش اشتراك للقناة اشترك في القناة، وما تنساش كومنتك الجميل واللايك والشير، ويلا بيني نشوف هي الحكاية. وقفنا المرة اللي فاتت لما أنا كنت راجع من الشغل تعبان، كانت ليلة طويلة وطبعا مش متعود على شغل السياحة والوقفة الليل كله. رجعت الشقة تعبان ومتكسر على الآخر. أول ما رجعت الشقة تفاجأت بحاجة غير متوقعة. هي اللي حصل، لقيت الشنطة بتاعتي متنبشة نبيش كلاب، ما فيش حاجة قاعدة مكانها ومتفتشة، وهدومي وحاجتي. طبعا الكلام ده كان ساعة الفجر لما أنا رجعت من شغل السياحي، لأن شغلي ما يخلص كان الساعة 3 وعقبال ما وصلت وعربية وكده يعني. طيب أحرك وأفرك أروح فين أجي منين ويا اللي حصل وإزاي؟ الناس كانت نايمة. قلت طيب يا عمدة دلوقتي هتعمل إيه؟ بلعهي دلوقتي ساعة فجري وما ينفعش صراحة. كان شكي رايح على واحد، بس قلت هي مش هتهم حد لأنه ما عنديش دليل، وغلط تتهم الناس. كانوا معي 3 ساعتها في الشقة، 2 كبار يعني يمكن في العشرينات، وكان الثالث دي يمكن عنده 16 سنة 15 سنة في الحدود دي، وشكله قطاط. قطاط عندنا احنا بالصعيد نقوله قطاط، يعني شكله لبش، واد كده خفيف ورايح جاي نباش. المهم صاحبنا القطاط ده انا شكيت فيه، بس قلت ما اظلمش حد. عديت اياه الصبحيه دي ونمت، وصحيت على الظهريه يمكن على الساعه 1 1 ونص قمت من النوم، يعني ساعه القيالي. المعلم نور راح اتصل علي، ازيك يا معلم، اخبارك واخبار شغلك؟ قلت له والله يا معلم نور شغلي تمام التمام اللهم لك الحمد والدنيا تمام. قال لي ايه رايك تعال نشربوا قهوه على قهوه الخديوي؟ كنا نروح انا وهو دايما على قهوه الخديوي دي، وقهوه الصعايده، بس كانت بدايتنا على قهوه الخديوي. المهم نزلت برضو من الشقه، طلعت على فين؟ على قهوه الخديوي. قابلني صراحه يعني نور او المعلم نور، هنقوله نور نحن. نور كان لماح قوي. قال لي مالك مش مزبوط شكلك ما عجبنيش. انا بيني وبينكم فكرت اقول له ما اقولهوش، في الاخر قلت لا لازم اقول، ما اصله يعني حاجه وحشه يعني. عشان كده بدات الحلقه قلت لك يا ما يجيبهالكش غير ولدك يا كلبك ويحرجك مع الناس، والناس دي ناس زيني، الواحد ما شافش منهم الا كل الخير. قال لي مالك هي الحكايه شكلك مش مرتاح. لماح هو جدا يعني. قلت والله يا صاحبي مش مرتاح. قال لي حصل احكي لي. انا اخوك، هو كان طبعا اكبر مني ب3 سنين ولا حاجه في السن ده، انا كنت ساعتها في 36 وهو كان يمكن في ال40 39 في ال40 زي كده يعني. المهم حكيت له على اللي حصل. قلت له والله انا رجعت امبارح من الشغل تعبان ولقيت الحاجه بتاعتي متفتشه ومتقلبي. قال لي والله انا كنت عارف مش هترتاح لانه دي عيال صغيره واحنا ناس كبار وما ينفعوش معاك، وقلت للمعلم ابراهيم عصام مش هيرتاح. قال لي بص يا ولد عمي. قلت له قول يا ولد عمي، هو راجل اصيل ويحكي بقلبا خالص. قال لي احسن حاجه شوف لك شقه. قلت له والله بص يا نور انا من زمان السيستم ده معاي، كنت في ليبيا زي كده مع اولاد عمي وبعدين طلعت وخدت سكن وحده، احب الاختصار وراحة بال. صح ممكن تدفع اكتر بس هتشتري دماغك. قال لي خلاص انا هشوف لك شقه. قلت له ماشي، انا النهارده رايح الشغل وبكره اتمنى ترد لي جواب. قال لي اعتبري الشقه مضمونه، معارفه كتير نور وليه حبايب كتير في التبي. قال لي وما تزعلش وبرضه مش هنعدوا الموضوع. قلت له يا راجل عادي وانا معيش حاجه فيها الشنطه يعني، كل ما فيها هي شويه اغراض وهدوم يعني، بس مجرد انا ضايقت انك تفتشي في حاجتي الشخصيه. قال لي لا مش هتعدي على خير. بعدها بشوي اتصل علي المعلم ابراهيم، حقك علينا يا عصام، دي مسحه في وشي انا يا ابو عمو، حقك علي. قلت له يا راجل ما تتاسفش، عشان كده انا ما اقول لك اياه يجيبها لكش غير يا ولدك يا كلبك يحرجك مع الناس، ودي ناس زيني. قلت له يا عم ما فيش حاجه حصلت، حاجتي زي ما هي بس انا اتضايقت. قال لي لا والله انا دي عندي. قلت له لا ما فيش حاجه حصلت. رحت شغلي في السياحي،
نفس المكان، وتوكلت على الله. بدأت الشيفت بتاعي كان يبدأ من الساعة 5 لحد الساعة 2 3 ممتد يعني. وتجيك الناحية التانية من الشغل، طبعا كان معي السوبرفايزر دلوقتي والاثنين اللي هي شغالين معاي، ناصر وعلام. طبعا انا معاصر كنت في معادي، بعد كده ظبطت نفسي اصلا في معادي. كان معي شنطه اروح شنطه صغيره كده حاطط فيها حياتي الشخصيه وكده، اخليها في الدرج تحت. وغيرت هدومي، كان في غرفه مخصوص لتغيير الملابس عشان تلبس اليونيفورم. واخش في معادي بالضبط. سوبرفايزر، ازيك يا عصام، اهلا وسهلا. عمنا علام برضه نفس النظام قاعد. ما فيش غير ناصر اللي كان يجي متاخر دايما، ويجي عيونه مورمه، حفه بعكوكك ده هو وقصير، ويجي عيونه مورمه ومنفخه. المهم دخلت اياه الشغل وتوكلت على الله. اول ما جي لا يقول سلام عليكم ولا اهلا ولا اي حي، الوش منفوخ ومكلبز وهفه بعكوكك ده يا دوب باينه من الارض. بيني ما بينكم، هو سبحان الله قلبك لما يقول لك حاجه امشي وراه، ما تكذبهوش. ما كنتش هاضمه وهو ما كانش هاضمني. مش عارف ليه يقول لي. طبعا مع الوقت تعرفنا على بعض اكثر في الشغل. يقول لي انت مش صنايعي سيراميك؟ قلت له. قال لي طيب انت جاي تعمل ايه هني؟ قلت له جاي اشتغل يا اخي. قال لي انت صنايعي سيراميك يا عم، مالك بشغل الشيشه والكلام الفاضي ده؟ وقلت له انت شغال ليه؟ قال لي انا من اول ما طلعت وانا اهواجي، واشتغلت في قهاوي مصر كلها. قلت له الله يديك الصحه. قال يمكن اشتغلت من انا وعندي 10 سنين. قلت له ماله؟ قلت له الواحد مش عيب يتعلم حاجه جديده. المهم حسيت انه ما طايقنيش في المكان. علام دسوسي، معاهم عليهم شويه، يديني كلام ويدي اياه نصر كلام. السوبرفايزر رجل طيب محترم، كان جواه جرح كبير، فقد ناس عزيزة عليه، والشغل عنده بقي يعني بص رايح جاي وخلاص، بس ما فيش تركيز، بس قلبه ابيض، ابن ناس. ما كل واحد ياخد حقه، الزمن مع يلف وكل واحد ياخد حقه. بس مشكلته انه ما كانش ليه تأثير على اللي ما يحصل. كان ناصر جدا مستقصدني. طبعا انا لسه جديد وخبرتي مش زيهم في الشغل، هو سواق او علام. يجي زي كده يقول لي سرعه سرعه يا عصام. اقول له هاي يا عم الحجر اهو. يقول يمسك الحجر، الحجر مهوي، اشد السلوفان. طبعا الحجر اللي هو بتاع الشيشي لشده معينه، سوري يعني بنفتح نعمل له خروم كده او فتحات بابري عشان ينزل. طبعا ده معسل فواكه، والجمره فوقيه او الفحمي ما تتحط حته او حتتين. مره يقول لي الحجر مكتوم، مره يقول لي السلوفان مش مشدود. اي نعم عندي ملاحظات، بس شويه شويه خدني معاك هظبط لك الدنيا. بس هو ما هضمنيش. المهم عدى الشفت على خير وتوكلت على الله. رجعت التبي، روحت برضه زي كده كانه ما فيش حاجه حاصله ونمت. بس القطاط ما كانش موجود واستغربت، قلت شكله الجماعه خدوا فرمان قوي جدا. المهم اتصل علي نور بعد ما صحيت من النوم، كانت هي حوالي نفس النظام، 1:30 2 نفس الاوقات دي. ما اصحى قبل ميعاد شغلي بساعتين ثلاثه. قال لي عصام عايزك على القهوه. قلت له ماشي. قال لي انا لقيت الشقه وتعالى عشان نشوفها. قلت له زي بعضه. قال له ومتى اجازتك؟ قلت له اجازتي يوم الاثنين. قال لي خلاص علي اليمين عندي عشوه ليك. قلت له عشوه مين يا ابوي؟ قال لي علي اليمين، كان حلفانه دي عشان بس حد الناس يعني حلفانه زي كده، علي اليمين في عشاء يوم الاثنين. قلت له ان شاء الله ان شاء الله يصير خير، بس انا عشي انا عايز الشقه. قال لي يلا بينا هنروح للراجل نتفرجوا عليه. كانت الشقه فين؟ في شارع عثمان بن عفان. وكان صاحب الشقه راجل محترم، كان اسمه عم احمد. الله يمسيك بالخير يا عم احمد، وان شاء الله الفيديو ده يوصل لك، وحشني جدا. كنت ساكن في الدور الرابع في شارع عثمان بن عفان بعد المثلث على طول. فرجني على الشقه في الدور الرابع، غرفتين، حمام، مطبخ. تمام يا عم عصام تمام. قال يلا بينا على السوق بسرعه قبل ميعاد شغلك نشتري لك شويه طلبات، يعني حصيره على مخده على بوتاجاز على حلتين على كده، يعني واحد عازب وهيعيش جواها. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك وشير وكومنتك الجميل، وقول لي رايك في الحكايه. توكلنا على الله انا والمعلم نور على فين؟ على السوق. قال لي عندي ليك راجل محترم اسمه ابو صباح، هنروحوا له نشتروا من عنده كل حاجه من الابره للصاروخ. قلت له قال لي ده من زمان عايش هنا في التبي، عنده كل حاجه، خلف ومرته وعياله. المهم توكلنا على الله ورحنا السوق نشتروا الاغراض بتاعتنا.
دخلت على الراجل كبير في السن وزوجته برضه كبار بالسن وعياله وياه صنايعيه وكده يعني، في المكان عايشين في التبة. رحبوا باي عملنا شاي. معلم نور يعني راجل بصوا ولد بلد، الناس كلها تحبه. قعدني جهزوا لنا حاجتني، قال لهم الراجل ده جاي المنطقه وخد شقه هني وعايزين كل حاجه هي حياه كامله يعني. جهزوا لي الحصير على البوتاجاز على المخدي على كل حاجه. خدنا الحاجه وطلعنا على الشقه، قال لي المعلم نور كده تمام، واشترينا برضه شويه خضار عشان الطبيخ وكده يعني، لو حبيت اطبخ تعرف تطبخ يا عم عصام؟ قلت له ايوه اعرف اطبخ، من ما اعرفش. قال طيب تمام. وتوكلت على الله. قال لي دوك اياه توكل على الله على شغلك وربنا يسهل الحال. ويوم اثنين في عشاء معمول عندي في البيت. قلت له ماشي. خلصت مع المعلم نور، وبعد ما حلف اليمين يوم الاثنين معزوم عندي، قلت له زي بعضه. توكلت على الله وطلعت على شغلي. برضه نفس القصة. عمنا ناصر هفت البعقوكة ده اللي ما بيناش من الأرض، قالب وشه تقولش كلت ورث اللي جابوه. والسوبرفايزر زي ما قلت لكم جواه جرح، بعدين عرفته. وعلام دي معاهم عليهم إنسان سوسي يعني، ما تعرفش تمسكه، شوية هنا وشوية هنا، وموشش، احنا نقولوا عليه موشش. المهم بدأنا الشغل، وفي البريك طبعا انا اتصلت علي زوجتي من امريكي وقعدت احكي معها، كان علام جنبي يسمع المكالمة. قال لي عمي عصام. قلت ليه؟ قال لي انت متزوج امريكي؟ قلت له ايوه متزوج امريكي وقريب هفوت لكم الدنيا كلها. قال لي يا بس حد مزعلك؟ عايز يشتري مني كلام بس انا مش هبيع له. قلت له لا انا حدش يعرف يزعلني. قال لي ماشي يا صعيدي. المهم خلص البريك ورجعنا الشغل، نشر الخبر ان انا مسافر امريكا وزوجتي امريكي. جاني السوبرفايزر قال لي يا عصام انت معك ايه مؤهل؟ قلت له انا معي بكالوريوس خدمه اجتماعيه. ما شاء الله، وتعرف على زوجتك وتعرفت عليها ازاي؟ المهم قاعد يدردش معي ونضحكوا، وصراحه يعني ايه خد وده معي في الكلام. ناصر دي الحقد باين في عيونه. انت مسافر امريكا؟ ويبص زي كده. قلت له يا مسافر امريكا انت عايز ايه؟ قال لا يا عم ده حظوظ ده حظوظ، والحقد مغلول من جواه عامل زي النار ما ياكل في بعضه. المهم اشتغلنا بالليل مع بعض، وكان في موضوع تعبني وما قدرش اياه يشيله اكتر من كده يعني، يمكن كملت في الشغل اسبوع 10 ايام، قلت لازم احكي واتكلم. ايه الموضوع طب احنا كنا شغالين في الشيشه زي ما قلت لكم، وكان فيه طبعا ناس متولي الساحه 2، وكنت انا في النصبه طبعا لسه اياه مستجد وما يحاول اياه يساعدني عشان السرعه. وكان ناصر دايما يضايقني، يجيب الشيشه منفسي الحجر منفس، هوسه يعني، عشان انا كنت من الشغل واطفش. بس على مين انا واصل في الشيش في الليل؟ قلت لازم اتكلم. دخلت وهم قاعدين زي كده، كان في صندوق للتب ما يتحط فيه البكشيش يعني، يحطوه زي كده ويحطوا فيه البكشيش، ما يلموا اللي ما يكون شغال في الساحه 2، كل ما يقوم زبون يعني يديهم اللي فيه النصيب، ويحطوه في الصندوق، وجو اخر العشيه يلموه ويوزعوه على بعض. انا كانوش حاطيني في الحسبه. قلت لا انا ما احبش الاستكراد، ما احبش حد يستكردني، لازم اتكلم. كان علام ونصر واقفين، قلت لهم انا معاكم في التب. قال لي نصر على طول معانا في ايه؟ ايه يا اخويا؟ قلت له معاكم في التب. قال لي لا ده انت لسه قدامك كتير، قدامك شهور. قلت له انا كل اللي قاعد معاكم شهور. قال لي خلاص يا عم انت رايح امريكا مالك بالتب؟ قلت له ده حق انا شغال معاك، سيبك من موضوع التب كتير او قليل بس ده حق. المهم لو ابوزه وعمل نفسه ايه من هنا وهناك وقاعد صوته علي، وانا قلت له بص هتفتح خشمك والله هلبسك في الشيشه دي. قال لي بص ما تعملش حبه الصعايده علي. قلت له اعدل نفسك واوعى تخربط في الحديد. ايوه انا بحكي في الحق والمستحق. صوتنا عليه، راح جاء السوبرفايزر قال لي الحكايه يا جماعه ما تهدوا ايه فيه. قلت له يا ريس انا لي حق في الصندوق دي، التب اللي هتفتحوا دلوقتي وتوزعوا انتوا كل عشيه ما تفتحوه وتوزعوه على بعض، وانت ما حتى ما قايليش ليا ما لياش، اديني اي عذر. راح يتكلم نصر قال لي مالكش عذر ومش هتاخد تب، انت لسه مستجد. قال له قلت له انا وجهت لك كلام، انا بحكي مع السوبرفايزر. السوبرفايزر قال لي عصام اهدى شوي، على فكره يا عصام انت لسه جديد
ومعيقولها ووشه في الارض مكسوف لانه ابن ناس. لكن الثاني بصوا يعني ناصر ده بعكوكه. هقول لكم على حاجات كتير يعني فيما بعد هتعرفوا شخصيته اكتر واكتر. المهم جاء السوبرفايزر قال لي عصام انت لسه جديد لازم تصبر شويه. قلت له اصبر ايه؟ انا لي اكتر من اسبوع 10 ايام يمكن 10 ايام معاكم، ايه اصبر تاني؟ انا كلها شهور وهسافر وده حق. قال لي ان شاء الله ان شاء الله انا اوعدك كم اسبوع. بيني ما بينكم صبرت برضه حوالي 14 يوم بالضبط، ما استحملتش. قلت لازم اعمل حاجه. اعمل ايه؟ رحت مكلم المانجر الكبير اسامي. رحت له زي كده بالليل قلت له يا ريس. قال لي نعم يا عصام اخر التشطيب. قلت له انا راجل شغال لي 14 يوم والناس اللي معاي ما ياخذوا التب لنفسيهم، هي الدنيا ينفع الكلام دي؟ قال لي لا ما ينفعش وانا هاجي معاك دلوقتي واشوفهم. لمهم كلهم برابطه المعلم وراح يديهم اياه كلمتين في الصميم: عصامي معاكم في التب زيه زيكم، ما فيش حاجه اسمها مستجد ولا مستجدش، ده حقه. جا السوبرفايزر قال حاضر وناصر وطى في الارض وعلام وطى في الارض. انا صراحه بيني وبينكم حسيت بالانتشاء، مش على فلوس، على حقك ما تسيبهوش. فتح الصندوق السوبرفايزر في الليله دي وقسم 100 الفلوس على الكل. جاتني ساعتها 150 جنيه. طبعا ال 150 ساعتها في 2018 كانت ليها صولجان ايامها يعني. خدت الفلوس وروحت على التبه مبسوط متفل 14 ورحت كيا في عزومه المعلم نور. طبعا في الحلقه الجايه ان شاء الله هتشوفوا العزومه اللي محضرها لي لمعلم نور. مش بس عزومه عشان يقوم بالواجب، لا دي قاعده عرب عشان اللي حصل معاي، عشان القطاط النصاب. ومن الناحيه الثانيه هنشوف ردة فعل ناصر وعلام والسوبرفايزر ومعاملتهم معاي. اللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وما تنسوش الاشتراك في القناه. تحياتي لكم.